شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. هلو بنات، كيفكم حبيباتي؟ يا رب طيبين. كيف استعداداتكم لرمضان وللعيد؟ إن شاء الله تكونوا جاهزين يا رب يا حبيباتي. اليوم إن شاء الله راح أصور لكم جولات في 3 محلات، وأول محل اللي هو القبائل بالتخفيضات. أتمنى إنكم تستمتعوا بالفيديو وتحبوه يا رب. ما شاء الله كالعادة منتجات القبائل كثير حلوة ومميزة ما شاء الله. عندهم أشياء كثير حلوة بصراحة، الصواني وأشياء القرنقشو أو القرقيعان أو حق الليلة. طبعا هو هذه المناسبة في كل دولة لها اسم، بس مناسبة كثير حلوة في رمضان يفرحوا فيها الأطفال. أنا كنت أشوف المباخر، بعد عندهم تشكيلة مباخر حلوة. أنا حبيت هذا وأخذت منه واحد، حبيت حجمه صغير وحلو. كيف بنات استعداداتكم لرمضان؟ إن شاء الله تكونوا جاهزين. ما شاء الله شوفوا كيف الأشياء جميلة وحلوة، الستاندات والصحون. وأنا حبيت الإضاءات بصراحة كثير حلوة الإضاءات عندهم، وأسعارها مناسبة. خذيت منهم أنا إضاءات، حبيت الإضاءات الصغيرة. اشتريت تقريبا على شكل فانوس وعلى شكل قمر. في عندهم ملون وفي عندهم اللي هو الشفاف. أنا أخذت الشفاف، حبيته أكثر. مثل هذا اللي خذيته تقريبا شفاف. إن شاء الله الفيديو القادم بصور لكم مشترياتي بنات. عندهم صراحة كثير أشياء، يعني القبائل لما تدخلوه ما تعرفوا إيش صراحة يعني تختاروا من كثر الأشياء ما هي جميلة وحلوة. ذيلا بعد أكياس القرنقشو أو حق الليلة صراحة كثير حلوين بنات، خذيت منهم وخذيت هذول المناديل بعد. عندهم صراحة كثير أفكار حلوة، فاللي تحب صراحة تجي عندهم. حبيت كثير عندهم صراحة السعافيات، أنواع وأشكال كثير حلوة عندهم السعافيات. وهني الفوانيس بعد صراحة كثير حلوة، وعندهم أحجام كبيرة وعندهم أحجام صغيرة، اللي تحب تجي تشوف من عندهم.
هني بعد كنت أصور لكم الصحون الرمضانية، كثير حلوة بنات. اللي تحب كذا رسمات رمضانية تجي عندهم وتشوف، راح تحصل كثير أشكال حلوة. حتى هذول اللي تسوي فيهن العصير والماي واللبن كثير حلوين صراحة. هذول الصحون للسمبوسة، للقيمات، في على شكل قمر. وهذول بعد عندهم العبارات حلوة صراحة، حبيتها. حبيت هنا هذا الكوب كيوت مكتوب فيه قرنقشو. هذه بعد رسمتها رمضانية، تشكيلتها رمضانية حلوة. هذه بعد الفناجين كثير حلوة صراحة، ألوانها وأشكالها. بس أنا مثل ما خبرتكم ما أحب هذه الطبعات، لأنه أحس حرام يعني تستخدموهم في رمضان وترموهم، ما ترجعوا تستخدموهم مرة. فأحب الرسمات تكون يعني مناسبة لكل الوقت، أو تكون سادة. هنا جيت محل الشرع أشوف التمور والمعمول وهذه الأشياء. أنا كل سنة اللي هي التمور أخذها من الشرع، والطحينية مثلا زبدة الفول السوداني، زبدة الفستق، كل هذه الأشياء من عندهم. ما شاء الله عندهم كثير أشياء، عندهم زيوت، عندهم الزعفران، عندهم التمور، عندهم الفواكه المجففة، مكسرات، عندهم كثير أشياء. تعالوا بنات وزوروهم، يعني محل تجيوا فيه وتشتريوا منه كل شيء، فكثير حلو. هذه الفواكه المجففة بالتبريد، ما شاء الله. حتى القهوة عندهم كثير أنواع. وهذا التمور. بعدها جيت عرب السويد عشان أتسوق أو أتقضى للقرنقشو أو حق الليلة. في عندهم كثير صراحة أشياء فخذيت منهم. أنا كذا أحب أخلص كل شيء قبل رمضان، حتى يعني أحيانا حتى أمور العيد أخلصها قبل رمضان كلها، لأن رمضان بصراحة الأسواق ما تندخل وتكون زحمة، فأحسن الواحد يخلص قبل ويرتاح. يعني ما شاء الله أنا رايحة الحين قبل رمضان وزحمة كثير بنات، الأسواق زحمة. يعني حتى اضطريت إني أروح أصور لكم ظهر عشان يعني ما تكون المحلات فيها زحمة وكذا. القبائل صورت فيه صباح وكان زحمة بصراحة. وهنا هذا المحلين جيت فيهم الظهر. عندهم بعد أكياس القرنقشو. قسم المفضل قسم القهوة والشاي، لازم لما أزورهم أجي هذا القسم. بعدها بنات جيت هذا المحل اسمه محل زمرد. هذول يا بنات أصحابهم فلسطينيين، هم كان عندهم محل في غزة،
ويعني لما صارت الحرب تدمر محلهم، فجيوا هنا سلطنة عمان وفتحوا لهم فرع. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأشياء اللي عندهم عجيبة بنات، تعالوا زوروهم صراحة. كثير 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 حلوة الأشياء. حلو أننا دائما ندعم المشاريع العربية. شو ما شاء الله كيف جمال الأكواب والصحون، الصراحة كثير كثير حبيتهم بنات. في الفيديو الجاي بصور لكم إن شاء الله إيش أخذت من عندهم. أنا صراحة انهارت على الأكواب، كثير حلوة الأكواب. فزوروهم بنات، موقعهم في مسقط الحيل، كثير صراحة حلو. أتمنى بنات إنكم حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه يا رب. وإن شاء الله راح أصور لكم الفيديو القادم باقي مشترياتي اللي اشتريتها، يعني تقريبا بيكون آخر فيديو للمشتريات قبل رمضان، وبعدها بصور لكم فيديو زينة رمضان. أتمنى إنكم استمتعتوا حبيباتي يا رب. طبعا بنات لا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة، وضروري ضروري بنات تضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي، لأن أنا أغلب يعني الناس اللي تتابعني ما مشتركة في القناة، فضروري أنتوا اللي تتابعوني تشتركوا في القناة، أو يعني اللي مشتركين هم اللي مفروض أكثر شيء يتابعوني عشان